وعلى عكس المتوقع المنتخب المصري يحرج منتخب بلجيكا ويفوز عليه بنتيجة 2-1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم في حلقة جديدة من استوديو مو مادة. معاك اخوكم محمد محسن. مش عايز افكرك لو حلقة وصلت لك فضلا وليس امرا ما تنساش تعمل لايك للحلقة دعما لحبيبك اخوك محمد محسن، ولو انت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وصلي على حبيبك النبي اشرف الخلق اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ حلقتنا. طبعا المنتخب المصري وعلى عكس المتوقع وعلى عكس اللي احنا كلنا كنا بنقوله، الناس كلها كانت متوقعه وكانت مستنيه ان منتخب مصر يخرج بهزيمه ثقيله من منتخب بلجيكا. وكنا بنتمنى افضل التمنيات اللي كنا بنتمناها ان منتخب مصر يأدي اداء مشرف، يأدي اداء كويس يليق بينا، ما يخليش شكلنا وحش. ولو النتيجه كانت مكسب المنتخب البلجيكي تكون بنتيجه مقبوله، ما تكونش نتيجه واسعه. ويجي المنتخب المصري وعكس كل المتوقع وبيضرب بكل التوقعات عرض الحيطه، والمنتخب المصري بيقدم افضل عرض ليه من 2010 لحد وقتنا هذا. المنتخب المصري كل اللعيبه بتتألق، مفيش لعيب ما كانش 100% في مركزه، مفيش لعيب ما كانش مركز جدا، مفيش لعيب ما كانش واخد باله جدا. المباراة ما كانتش ودية اطلاقا، المباراة كانت رسمية بالنسبة للمنتخب المصري اكتر من منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا اللي المفروض ان هي المباراة دي اخر مباراة ليه استعدادا للعب نهائيات كاس العالم. احنا خلال المباراة كنا يعني من اللي احنا شايفينه ما كناش عارفين مين مصر ومين بلجيكا. المنتخب المصري ضاغط على المنتخب البلجيكي طول المباراة تقريبا. المنتخب المصري بيضغط ضغط عالي على منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا اللي كان بكامل نجومه ما كانش ناقصه حد تقريبا، هو لوكاكو بس اللي ما كانش بيلعب المباراة، ولكن المنتخب البلجيكي كان بكامل صفوفه. المنتخب المصري عمل مباراة عظيمة من تكتيك، من تركيز، من كل حاجة، من كل شيء، من خط دفاع، من خط وسط، من خط هجوم. طبعا كلنا شفنا الجون الاول نتيجة الضغط العالي. المنتخب المصري ضغط على منتخب بلجيكا ضغط عالي بخمس لعيبه: محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، طارق حامد، ومحمود حماده. خمس لعيبه ضاغطين ضغط متقدم على منتخب بلجيكا. نتيجه الضغط المتقدم دوت اللي كان منتخب مصر عامله، ان تخيل مين اللي بيغلط؟ احد افضل لاعبي العالم دي بروين بيغلط غلطه محدش يغلطها. لو لغيتها في كاس العالم هتكلفه كتير جدا. بيغلط غلطه غير طبيعيه اللي مصطفى محمد بيستغلها، وبيدي دي بروين واحده لا اروع ولا احلى عمره ما هينساها في حياته. وبيجيب كورتوا احسن حارس مرمى في العالم جون عالمي بكل ثقه وبكل هدوء. مصطفى محمد جاب جون عالمي في كورتوا ومحاطط في دي بروين كوبري عمره ما هينساه في تاريخه. احنا كنا فين؟ مش عارف بصراحه. وبيكمل الشوط الاول على كده، وبيخلص الشوط الاول بنتيجه 1-0 للمنتخب المصري. في الشوط الاول دوت ما لا يقل عن 3 اهداف غير الجون اللي جابه. كانت ممكن نتيجه الشوط الاول تطلع 3-2، لان منتخب بلجيكا يعتبر خلال المباراه كلها ما عملش غير الهجمتين اللي في اول الماتش. غير كده منتخب بلجيكا ما شفناهوش خلال المباراه. منتخب مصر مضيع 3 اجوان غير الجون اللي جابه في الشوط الاول. وبيخلص الشوط الاول وبيبدا الشوط الثاني منتخب مصر ضاغط برضه على منتخب بلجيكا وضاغط ضغط متقدم. ولعبه لا اروع بتبدا من عند مفاسة قلب الاسد لاعب النادي الاهلي اكرم توفيق اللي هنتكلم عليه كمان شويه. بيعمل عرضيه في نص الملعب. محمود حماده ده خساره ان هو ما بيلعبش في احد الانديه، اقله اهلي وزمالك، يعني اقله اهلي وزمالك. اللي بيريح الكرة بصدره لمحمد صلاح اللي بيعمل ثرو لاحلى والاروع لتريزيجيه اللي استغل سرعته وخد اللعيب في ظهره وبيعمل فينش عظيم جدا، بيشوط بشماله على يمين كورتوا وبيسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر اللي بيخلي النتيجه 2-0 لمنتخب مصر على حساب المنتخب البلجيكي. مباراه كانت فيها حاجه غلط، مباراه كانتش مفهومه، او تحس ان مصر هي اللي بتستعد للعب نهائيات كاس العالم مش بلجيكا. ويعني بصراحه خساره كبيره جدا. كاس العالم خسر المنتخب المصري. لو كنا هنلعب بالطريقه اللي لعبنا بقى امبارح دي، فانا اؤكد لك ان كاس العالم هو اللي خسر. وجود المنتخب المصري
في فعاليات كاس العالم قطر 2022. طبعا شفنا خلال المباراه كلها المنتخب البلجيكي ما عملش حاجه، بيجي المنتخب البلجيكي في الدقيقه حاجه و70 بيجيب جول نتيجه تمركز غلط من دفاع المنتخب المصري، او هو مش تمركز غلط، هو فرق ثواني. لو شفنا الجون بتاع بلجيكا هتلاقي احمد حجازي قبل العرضيه ما تتعمل من كراسكو، احمد حجازي بصه وراه. احمد حجازي لو ما كانش بص البصه دي كان قادر يقطع الكوره وكان قادر يمنع ان منتخب بلجيكا يجيب هدف، ولكن تقدر يحمي ما تشتهي السفن وبيجيبوا جون، والحمد لله ان المباراه خلصت بنتيجه 2-1. نيجي بقى لاكرم توفيق. اي اكرم توفيق، يعني لما تعوز تحط لعيب في جيبك حط، انما تحط اتنين يا اخي ده انت مفتري، انت مفتري بجد والله. وحاطط مين؟ انت مش حاطط لعيبه قليله، انت مش حاطط اي حد في جيبك، انت حاطط هازارد وكراسكو. انت متخيل؟ انت حاطط لاعب، يعني حاطط هازارد لاعب للنادي ريال مدريد، وكراسكو لاعب اتلتيكو مدريد. انت متخيل اللعيبه اللي انت حاططها في جيبك؟ الله اكبر عليك يا أكرم. من وجهه نظري ان كان افضل لاعب في المباراه اكرم توفيق. اكرم توفيق بيبدع. اكرم توفيق ما عندوش حاجه اسمها ماتش ودي ولا ماتش رسمي. اكرم توفيق بالنسبه له كل الماتشات اللي بيلعبها ماتشات رسميه. اكرم توفيق اللي ما بيحبش حد يتارجز عليه. امبارح بيحط كراسكو وهازارد في جيبه، اسال على كراسكو وهازارد هتلاقيهم في جيب اكرم توفيق. اكرم توفيق ربنا يحميك يا ابني، ربنا يسترها عليك. ده غير محمد الشناوي اللي يعتبر الماتش ده عوده الشناوي تاني كافضل حارس مرمى في افريقيا. محمد الشناوي امبارح شفناه بيتصدى ما بيخافش. في هجمه محمد الشناوي طلع فيها وهو بيرجع دي بروين بيشوط واحده، الشناوي بينزل على الارض وبيصد الكوره في لقطه تركيز مهمه جدا، في لقطه انتباه غير طبيعيه. محمد الشناوي بنقول له الحمد لله على السلامه، رجوعك لينا للمنتخب الوطني والنادي الاهلي، وان شاء الله الفتره الجايه من تقدم لتقدم لمحمد الشناوي. ده غير لعيبه خط الوسط، غير لعيبه الدفاع. بصراحه المنتخب الوطني امبارح شرفنا ورفع راسنا وعمل غير المتوقع اللي كلنا ما كناش بنتوقعه، واللي كلنا كنا بنأمل النتيجه تطلع 2-0 3-0 بالكتير قوي، ولكن المنتخب الوطني المصري بيضرب بكل التوقعات عرض الحائط وبيحرج منتخب بلجيكا قبل بدء فعاليات كاس العالم قطر 2022، وبيفوز المنتخب الوطني المصري على منتخب بلجيكا بنتيجه 2-1 في مباراة هي الأحلى والأروع للمنتخب المصري الوطني من 2010 لحد وقتنا هذا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده اخواتي وحبايبي. لو الحلقة عجبتك ولو الحلقة وصلت لك، مش عايز افكرك ان فضل الله ليس امرا، ما تنساش تعمل لايك للحلقة دعما لحبيبك اخوك محمد محسن. ولو انت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. واستنوني في حلقة جديدة من استوديو مو مادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.